السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده هو نصيحه، ما الا هو نصيحه. طبعا انا بشوف ناس بتيجي تشتري اي عملات معدنيه، سواء مثلا بتشتري جنيهات ذهب او بتشتري سبائك. في بعض الناس بتتجن كده وبتبتدي انها تفك الكفر بتاع السبيكة الموجود ده. بص يا باشا، انت ما تعملش الحركة دي غير مع شركة من الشركات اللي بتبقى مش معروفة، تمام؟ انما اي شركة معروفة فما انصحكش انك تعمل كده. ليه ما انصحكش انك تعمل كده؟ اقول لك. طبعا الجنيه اللي حضرتك شايفه ده لو جيت انك تفك من عليه الكفر ده مش هتقدر تبيعه غير لأي حد من بتوع اللي هم الصاغة، اللي بيبقوا سامحوني في اللفظ يعني، التعامل معاهم بيكون شعبي شوية. بمعنى انه هياخد منك العملة دي، هيتأكد منها انها دهب ولا مش دهب وخلاص، ويشتريها منك بالجرامات بقى وبخصم مصنعية والحوار ده كله. طيب انت لما تتعامل مع مثلا شركة مهمة او شركة كويسة مثلا زي جولد ايرا، طبعا انت اما بتروح تعمل تبيع الجنيه ده مثلا، او تبيع السبيكة اللي موجودة مع حضرتك، هو بيديلك كاش باك. الكاش باك ده مثلا انت كنت شاري الجرام بعمولة مثلا مصنعية وليكن 50 جنيه، تمام؟ سي مثلا 50 جنيه، اما تيجي تبيع بيبقى ليك على الجرام كاش باك. الكاش باك ده بقى قيمته بتختلف يعني، وعلى حسب وزن السبيكة، بس يعني قيمته بتختلف. ممكن يديك 22 جنيه كاش باك. ده كانت حاجة كده أو نصيحة كده أنا حبيت إن أنا أشاركها معاكم. بشوف ناس بتقع فيها يعني. يا ريت الفيديو يعجبك، وحابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.